نعت الأوساط العلمية والدينية في الإحساء إلى جانب العديد من الشخصيات العلمائية العالم الإسلامي رحيل أستاذ البحث الخارجي في الحوزة العلمية العلامة الشيخ جواد بن الشيخ علي الدندن طاب ثراه، الذي وافته المنية يوم الاثنين الأول من شهر شوال الجاري، مخلفا إرثا علميا ودعويا حافلا عقب حياته. التفاصيل مع تقرير على الجبوري. خيم الحزن على الأوساط العلمية والدينية في الأحساء بعد رحيل أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية العلامة الشيخ جواد بن الشيخ علي الدندن طاب ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الاثنين الأول من شهر شوال سنة 1446 للهجرة، تاركا وراءه إرثا علميا حافلا ومحبين مفجوعين بفقده. كان الراحل قامة علمية بارزة نذر حياته للعلم والتدريس، مجسدا بسيرته نهج العلماء العاملين الذين يحملون هم الأمة على أكتافهم. وقد عبر علماء الدين وطلبته عن بالغ حزنهم لرحيله، مشيدين بمكانته العلمية وإخلاصه في نشر المعرفة وخدمة المجتمع، مؤكدين أن فقده يمثل خسارة لا تعوض للوسط العلمي والديني. ولد الشيخ جواد الدندن سنة 1369 للهجرة، الموافق لعام 1949 للميلاد في مدينة الأحساء، ونشأ في كنف أسرة علمية عرفت بالفضل والتقوى. تلقى تعليمه الأولي في مدرسة السيد ياسين الموسوي، ثم نهل من معين والده وأخيه الشيخ علي الدندن قبل أن يشد الرحال إلى مدينة النجف الأشرف، حيث غرس جذوره العلمية في أرض العلم والتقى. عاش الراحل سنوات عمره متنقلا بين حلقات الدرس، جالسا عند كبار مراجع الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ومنهم السيد أحمد الطاهر والشيخ بشير النجفي والشيخ محمد علي الغروي، ثم حضر أبحاث الخارج عند أعلام عصره كالسيد أبو القاسم الخوئي والشهيد السيد محمد باقر الصدر والسيد عبد الصاحب الحكيم، حتى حاز شهادة الاجتهاد الشفهية من الشيخ الميرزا علي الغروي، فكان عالما مجتهدا حمل لواء الفقه والتدريس بجد وإخلاص. لكن الأقدار شاءت أن يعود إلى وطنه الأحساء سنة 1402 للهجرة، بعد اضطرابات سياسية حالت بينه وبين البقاء في النجف، فكان له في مسقط رأسه دور مشرق في خدمة الدين والمجتمع، حيث تولى إمامة الجماعة وأشرف على تدريس العلوم الشرعية، وشارك في إرشاد الحجاج، فضلا عن تدريسه البحث الخارج لأكثر من 15 سنة في الحوزة العلمية، ليكون ملاذا للطلبة وطريقا مضيئا للعلم. رحل الشيخ الدندن لكنه لم يرحل عن القلوب، فقد ترك إرثا خالدا في نفوس طلابه ومحبيه، وستبقى ذكراه عابقة في مجالس العلم والدعوة. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وطلبته ومحبيه الصبر والسلوان. علي الجبوري، وكالة أخبار الشيعة.